الحاجات اللي أنا بقيت باستغربها إن الناس بتكبّر المواضيع أكتر من حجمها، تلاقي مثلًا 2 بيتخانقوا، تشوفهم كانوا بيتخانقوا ليه، تلاقي عشان مثلًا واحد بيشجّع فريق كورة والتاني بيشجّع فريق كورة تاني ضد الفريق ده، فاللي هو تحس بإحساس كده أنتم مجانين يا جماعة والّا إيه؟ فالناس بقت بتكبّر المواضيع بشكل غريب، تتعصب على أسباب غريبة، وهنا برضه أنا ما باتكلمش على العصبية بس، باتكلم بشكل عام، يعني حاجة عايز يعملها فمكبّر النتايج أوي، يعني تلاقيه مثلًا حصل معاه موقف بسيط لكن هو مكبّره جدًا وشايفه بشكل زيادة عن اللزوم، يعني بتزعل من حاجات مش المفروض إن أنت تزعل منها، تتعصّب من حاجات المفروض إنك تتعصّب منها، خايفة من حاجات عادية مش المفروض تخاف منها، فمختصرًا أنا مش باقول لك إن أنت لو بتعمل كده إنك وِحِش، لكن ده فيديو باطلب منك فيه أو بادعوك فيه إنك لو حاسس إن في حاجات أنت مكبّرها زيادة عن اللزوم، إنك تبدأ يعني تغيّر ده، يعني تبدأ تشوف الحاجات بشكل أبسط، خصوصًا العصبية، ممكن الحاجات التانية أقدّر فيها ده، إنك مثلًا قلقان من الناس، زعلان من موقف، قلقان من نتيجة حاجة عايز تعملها وخايف من نتيجتها، ممكن أقدّر ده، إنما العصبية بالذات أبدًا، يعني إنك تتضايق من حاجات مش المفروض إنك تتضايق منها، دي شيء لا أعتبره إنه ليه مبرر أصلًا، فيا ريت تبدأ تاخد دي واحدة، واحدة، ما تاخدهاش بشكل كامل، لكن ابدأ مثلًا ما تتضايقش في مواقف معيّنة كنت متضايق منها شايفها عبيطة، ابدأ قلِّل، 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 لحد ما تلاقي إن أنت غالبًا الحاجات دي ما بقتش بتضايقك أصلًا، فبس يعني دوّة مش فيديو باهاجمك فيه، ده فيديو بادعوك فيه إنك تبدأ تشوف الحاجات على حجمها الحقيقي.